سفيان بوفال كتعرض لاكبر حمله انتقادات في المسيره ديالو مع المنتخب الوطني المغربي. كاع المغاربه هذه المره غادي يتجمعوا كينتقدوا سفيان بوفال. المغاربه النيت اللي كانوا كيشكروه في كاس العالم 2022 ولاو كينتقدوه في كوب دافريك 2024. شنو طاري وعلاش كلهم تقلبوا عليه بالليله وضحاها؟ ضرب معاك ديك لايك ديك ابوني ودوز نبداو. سفيان بوفال واحد من ابرز اللاعبين في التاريخ ديال المنتخب الوطني المغربي، وهذا الشيء بالدليل حيت سفيان بوفال عطانا واحد الخدمه، واحد لي سكيلز، واحد لي باس، واحد لي دريبل في كاس العالم قطر 2022. دار معنا واحد الخدمه اللي ما يمكنش. وهادشي شاهدناه في المباراه ديال اسبانيا كيفاش سفيان بوفال لاعب الواعر في المنتخب الوطني المغربي واللي كلش فرحان به واللي كلش كيقارنوا مع نيمار. كينتقدوه كيقولوا بلي هاد اللاعب راه ما صالحش المنتخب الوطني المغربي. شنو دار سفيان بوفال حتى تقلب عليه المغرب كامل؟ سفيان بوفال في المباراه الاخيره ديالنا قدام زامبيا بدا كيدير شي لي دريبل وشي لي سكيلز مهم، بغى يستعرض عليهم من الاخر في ديك المباراه. حيتاش حنا اصلا مؤهلين وهاد المباراه هذه غير للاستعراض. خير دليل على الكلام ديالي مدرب وليد الركراكي ما دخلش اللعابه الاساسيين بحال سيس بحال املاح وبزاف ديال اللعابه، يعني هو اصلا داخل غير يستعرض وداخل غير يبين العضلات ديالو. وحتى الاسلوب ديالنا اللي كنبرعوا فيه راه ما لعبناش في هذه المباراه هذه، فين لعبنا الاستحواذ ولعبنا السيطره والمباراه ديال الزعيم ديال كاس افريقيا من الاخر. يعني حتى المدرب وليد الركراكي ما داخلش هذه المباراه ضروري خصو يربح، لا داخل غير باش يستعرض ويبين العضلات ديال اللعابه ديالو ويورينا المهارات ديال سفيان بوفال وأوناحي. وحتى أوناحي راه ما سلمش من هاد الانتقادات. المغاربه كاملين بعد هاد المهارات وهادشي هذا اللي دار سفيان بوفال كلهم بداو كينتقدوه كيقولوا بلي هاد اللاعب راه كيلعب على راسو ما كيلعبش على الجماعه. فين كيضر الجماعه بهاد اللعب اللي ولا كيدير، فين كيباسي كيدريبلي. المهم سفيان بوفال كيستعرض وكيتشوط اكثر من القياس بحال رودري ديال مانشستر سيتي. وهادشي اللي خلى المغاربه كاملين يتقلبوا على سفيان بوفال. ودابا جيت نقول لكم واش نتوما عندكم الصح على هاد الانتقادات اللي كتقولوها لسفيان بوفال ولا راه غير كتخربقوا من الاخر؟ اول حاجه كيقارنوا حكيم زياش مع سفيان بوفال، كيقول لك بلي حكيم زياش شوف المهارات اللي عنده ولكن راه ما كيدريبليش في الماتش. غادي نقول لك راه انت غلط، وانت راه ما عارفش بلي حكيم زياش اصلا ماشي شي دريبلور اللي واعر، ماشي شي لاعب لي مهاره اللي كيعرف يدوز للواحد على واحد. حكيم زياش عنده مهارات اخرى بحال انه كيعرف يسونطري مزيان، كيعرف يتشوط مزيان، كيعرف يباسي بطريقه عاديه، وما عندوش مع ديك المهارات وما عندوش داك التعقاد ديال سفيان بوفال. واش فهمتي علاش حكيم زياش ان فوا كيشد البالون يا اما كيقرر يطلق باس يا اما كيتشوط على المرمى يا اما كيفتح مجال التسديد؟ حكيم زياش ما عندوش ديك المهارات الكافيه باش انه يبدا يستعرض لك بحال بوفال ولا بحال أوناحي. يعني سفيان بوفال عنده واحد المهارات ديالو، بما ان المدرب كيقول له دخل بين لي المهارات ديالك هذا الماتش. حنا راه ما محتاجينش الربح، والربح اصلا غادي يجي الا استعرضنا عليهم. نقدروا نربحوا نقدروا ما نربحوش، يعني حنا راه ما عندناش داك الربح محتاجينه لديك الدرجه مثلا باغي نتساهلوا. يعني سفيان بوفال كان عنده المجال الكافي باش انه يستعرض وانه يخرج لنا المهارات ديالو. كاين بزاف ديال الناس كيقول لك بلي هاد اللعبه راه ما كيفيدش المنتخب الوطني المغربي، لا راه كيفيدو بزاف. هذاك الظهير اللي كيبدا يدريبليه لك سفيان بوفال، هذاك الظهير بعد واحد 45 دقيقه من انه يبقى يدريبليه بوفال غادي تعيه ذهنيا، غادي تعيه بدنيا، وغادي يعطيك كاع المجال باش انك تبقى دوزو بكل سهوله. ولا دخلتي الزلزولي فراه غادي تهتك هذاك اللاعب ديال ضب الصح، حيت هذاك اللاعب اصلا عياه لك سفيان بوفال. دخل الزلزولي حتى هو اللي كيعرف يدريبلي وغادي يعيه لك ديال ضب الصح، وغادي تولي عندهم واحد الثغره في الظهير الايمن ولا الظهير الايسر. دابا انا شرحت لك علاش حكيم زياش اول حاجه ما كيباسيش وما كيدريبليش بزاف، حيت هو اصلا ماشي شي دريبلور اللي واعر. بزاف ديال الناس كيعجبهم الزلزولي وكيقول لك بلي الزلزولي راه مباشر على المرمى، والزلزولي كيعرف غير المرمى، ويعني الزلزولي ديما كيقلب على الجون ما كيقلبش على الاستعراض. كما كتعرفوا بلي الزلزولي راه ما عندوش ديك الخبره الكافيه في كاس افريقيا باش انه يفيد المنتخب الوطني المغربي في مباريات هامه وفي مباريات كبيره. باش انه دا كاس افريقيا ديال الدراري الصغار ما كيعنيش بانه دا خبره من الدراري الصغار وغادي يقدمها لك في المباريات الكبرى. كاع دوك الدراري اللي يلعب معاهم الزلزولي راه ما عندهمش ديك الخبره الكافيه باش يسيطروا على كاس افريقيا. ودابا دوزنا المرحله اننا ولينا نتواجهوا مع فرق عندهم لعابه عندهم خبره كبيره بكاس افريقيا. يعني خصنا لاعب حتى هو يكون لاعب كاس افريقيا، لاعب محكوك، لاعب ضارب سنين بزاف مع فرق كبيره، لاعب في الشامبيونز ليغ، لاعب تعتمد عليه في المباريات الكبرى. وهادشي نيشان كيوجهنا لعند سفيان بوفال. سفيان بوفال راه قدم لنا واحد الكاس العالم اللي خارع، واحد كاس العالم اللي خيالي. وانا شفت محللين خليجيين كبار بحال محمد عدنان كيمدحوا يعاودوا فهاد سفيان بوفال في كاس العالم، كيقول لك بلي اللاعب الوحيد اللي يقدر يصنع لك الفرق قدام هو سفيان بوفال في المنتخب الوطني المغربي. علاش ما ذكروش الزياش؟ حتى الزياش راه ماشي شي لاعب مهاري، شي لاعب اللي مثلا غادي يقيد لك مرتده وغادي يعرف يرقص واحد على واحد وغادي يدوز وغادي يصنع لك الفرق وغادي يماركي لك جون. لا زياش ضروري كيفتح مجال التسديد كيتشوط. يعني زياش حنا عارفين بلي عنده واحد المهارات ديال التسديد، واحد لي باس، واحد المهم زياش عنده مهارات ديالو خاصه به، يعني ماشي هو سفيان بوفال. اما سفيان بوفال الا شد لك هجمه مرتده بوحدو يقدر يقيدها حتى للمرمى بالمهارات والفنيات اللي عنده، والواحد على واحد اللي كيعرف يدوزها بكل سهوله. هادشي اللي ديما كدينا لسفيان بوفال، وكيقول لك بلي سفيان بوفال هو اللاعب الوحيد اللي يقدر يصنع لك الفرق في مقدمه الميدان ديال المنتخب الوطني المغربي. وعاد حنا ماشي شي منتخب هجومي، حنا المنتخب ديالنا راه منتخب دفاعي بحت، ماشي شي منتخب هجومي. دابا يمكن نكون وضحت لكم علاش الناس كينتقدوا سفيان بوفال، ويمكن يكون
وضحت حسن للناس اللي كينساعدوا سفيان بوفال بلي سفيان بوفال راه مهم بزاف. ويلا تبليسا لينا سفيان بوفال ودخل الزلزولي والله يحفظ ما غاديش يفرق معنا في المباريات الكبرى، وكلشي عارف بلي سفيان بوفال واحد اللاعب اللي مهاري ورقيق بزاف. هذا هو الفيديو ديال اليوم، ضرب معاك ديك لايك ديك ابوني باش يطلع الفيديو، ما تمشيش شي تمارتنا فابور. سلام عليكم.